والله بعد الحاجات الحلوه اللي انتوا قلتوها وكمان طالع من القلب، انا احب اقول للشباب والناس حتى لو كبار، لما تيجي تبدا مشروع اعمل حسابك ان هتقابلك صعوبات كتير. هتقابلك صعوبات تخليك تفكر ان انت تقفل، ان انت ما تكملش، ان انت ترجع من مشوارك، لكن كمل. يعني بالمختصر كده، انا مره كنت فاتح مشروع زمان قوي، كان صعب عليا الايجار، كان صعب عليا المرتبات، اتصلت عليا الديون، خدت قرار ان انا اقفل خالص. فرحت لواحد صاحبي اسمه المهندس اكرم الحلواني في سجاد، قلت له الموضوع كذا كذا، راح لخص لي الموضوع كله في ورقه طلعها لي، قال لي انا مره عرضت في الموقف ده، اقرا الورقه دي مكتوب فيها ايه. انا لقيتها في ظهر النتيجه، لقيت مكتوب فيها: ارايت حطابا يكسر حجرا انه يضربه بالمطرقه 100 مره 101 مره وتنكسر الحجر. هل الحجر انكسر بالضربه ال 101؟ اما المجموعه ضربات السابقه زائد ال 101. يعني هتحاول هتحاول هتحاول، ومره واحده هتخرج من عند ربنا من واسع. الله يفتح عليك.